انتوا خلاص قدامكم كام شهر قليلين جدا. لا لا لا. وهتبقوا فين؟ هتشيلوا مسؤولية أكبر من سنكم، هتشيلوا مسؤولية حياة كاملة منتظراك، وهتحددوا الطريق اللي هتمشوا فيه بسلوككم. وانت داخل بقى الثانوية ومتأهب بقى بكل أسلحتك، بتقول بقى السنة دي سنة مهمة، وانا بقى كل السلوكيات بتاعة دراسة السابقة كوم، وانا هبقى كوم تاني في السنة دي. وتروح تختار حد أكبر منك تختاره إنه ينصحك، وجاء قال لك بص هقول لك أنا من خبرتي، اوعى تدخل السنة على بقى في مستوى بقى عالي. ليه؟ علشان لو بدأت جديد الدنيا هتقل معاك، مش هتعرف تكمل. وانت بتاخد النصيحة وانت مش متخيل خالص ان كان نفع نفسه البيه غبية، يعني النصيحة ما يسمعهاش الا حد ودانه طويلة. بعدها نفذتوا الكلام وبدأتوا السنة على الهادي، وبتقول مش مهم انا ان شاء الله في النص اشد. ولما جه النص وحاولتوا تشدوا، لقيتوا نفسكم مش عارفين تشدوا في اللي بتاخدوه دلوقتي، ولا بتشدوا من اللي فايتكم ومراكمينه، فبداتوا المراكمه، فبقيتوا تحتاروا يا عيني، وبقيتوا تحسوا بالخطر. دلوقتي انتوا مش عارفين تظبطوا الدنيا، وبعدين تسكتوا لا انا لازم الاقي حلول. هتحل بقى وتنظم جدولك بقى وتعمل لا 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 لا، انا اخد درس تاني تالت، انا اشوف اونلاين، انا اشتري لي 3 4 كتب، وتقعدوا تحلوا الدنيا من حواليكوا، بس انتوا نفسكم من جوه ما تغيروش. لا هو بنفس ايه الستايل، فالدنيا تتراكم اكتر، وتلاقي نفسك راشق في مراجعه، ليك ديول كتير، كل ماده ليك كام ديل فيها، والدنيا بتقرب والامتحانات داخله خلاص. بس لا، في المراجعه تظبط الدنيا ان شاء الله، وتشاء الاقدار ان بعد المراجعه وبعد الديول اللي كانت طالعه لك طول السنه في المراجعه تلم الدنيا، وانت فاهمه ان دي قصه نجاح، بس انت عبيطه. ليه؟ المراجعه مش علشان تلم الدنيا، المراجعه عشان تبقى حريفه في الدنيا اللي انت تبقى لماها. فهيبقى الناس المحترمين عمالين يتدربوا ويبقوا حريفه على الافكار اللي اوريدي في مخهم، وانت لا، انا لسه بكمل دخول الافكار عشان كان باقي لي حاجات. وتوصلي للامتحانات وانت مكمله بس عبيطه، فاهمه انك كده رجعت،